خلف كل باب محروس يقف رجل صامت لا يرى، لا يطلب مجدا ولا جاها، فقط قليلا من الكرامة. حراس الأمن الخاص، العمود الصامت الذي يبقي الوطن واقفا فيما هو ينهار داخليا. أكثر من 1,200,000 حارس أمن خاص في المغرب، أغلبهم لا يتقاضى حتى الحد الأدنى للأجور، إذ يتقاضى كثير منهم أجورا أقل بكثير من ذلك دون احتساب الساعات الإضافية أو تعويض العمل الليلي، وهو أجر لا يضمن الكفاف ولا يحفظ الكرامة. 12 ساعة يوميا ليست مجرد رقم، بل جريمة صامتة، سجن مفتوح يفرض على الحارس، لا وقت للراحة، لا وقت للأبناء، لا وقت للهوايات، لا وقت للحياة. إنه قتل بطيء للإنسان داخل جسد واقف. شركات الحراسة الخاصة توقع صفقات بملايين الدراهم، ثم تترك الحارس يتقاضى فتاتا، وتتأخر أحيانا في دفع الأجور لشهرين أو أكثر. لا تأمين حقيقيا، ولا عقود مستقرة، ولا احترام لمدونة الشؤل. الدولة على علم بكل هذا، لكنها تتغاضى بل وتتواطأ عبر صفقات عمومية تمنح لمن يدفع أقل. تشرع القوانين لكنها لا تطبقها، وتترك الحراس فريسة لاقتصاد الريع. والمؤلم أكثر أن شركات رئيس الحكومة نفسه تشغل حراسا في ظروف مماثلة. 12 ساعة عمل بأجر هو فقط الحد الأدنى، دون احتساب الساعات الإضافية أو تعويض العمل الليلي. كيف ننتظر الحل ممن يساهم في المشكلة؟ وإن حاول الحارس أن يدافع عن حقه، يهدد بالطرد ويمنع من الانضمام إلى النقابات، وتطارد صوته تهم الإخلال بالنظام. أي وطن هذا يخيف من يطالب بحقه؟ أحدهم يقول: اشتغلت 10 سنوات لم أحصل على عقد ولا ضمان ولا استقرار. وآخر قال: إذا فتحت فمي أطرد، وإذا اشتكيت أنسى. الحراس لا يطلبون المستحيل، بل أبسط ما يكفله الدستور: أجر عادل، تأمين صحي، تسجيل في CNSS، عطلة مدفوعة، واحترام لكرامتهم كبشر. الحارس الذي يؤمن مستشفاك قد لا يجد دواء لابنه، والذي يقف على باب البنك قد لا يملك ثمن حذاء. لا تتركوا صوتهم يذوب في الصمت، كونوا صوتهم، فالكرامة لا تمنح بل تنتزع.